الرحمن الرحيم. اليوم 5 جوان من مطار جنيف، اليوم صار منع ركوب عبد السلام مجراد الرئيس السابق للاتحاد عمل الشغل، والرئيس الحالي العباسي وقع منعهم من ركوب السيارات الحكوميه اللي حطهم على ذمتهم السفير لهنا منصف البعثي، السيد منصف البعثي، اللي حط لهم على ذمتهم سيارات حكوميه، واللي هما يعني يجيوا لجنيف كل مره، مش مره هذه برك، كل مره يجوا جنيف. يعني هما كمؤسسه معناتها خاصه، فما تستغل في املاك الحكومه وفي املاك الشعب، في املاك الشعب تستغل فيهم للتحركات نتاعهم الحره. معناتها اليوم تم منع، اللهم صل على النبي، وقلنا عملنا ثوره. مالا ثوره هذا سي عبد السلام مجراد وسي العداسي ولا سي العباسي نتاع الاتحاد طالعين في سياره سفير، اظن سياره الدوله التونسيه، سياره الحكومه التونسيه. ها قدامكم السيدي، ها قعدنا نفتحوا لهم ملفات فساد نطلعوا فيهم في سياره الحكومه. ها هما سيدي، ها منحوا. وزيد من هدايا وقع. سالنا الوزير الشؤون الاجتماعيه ايش قال لنا بالله؟ تفاجئت انا من الرد نتاعو، قال لنا سي عبد السلام مجراد وفد حكومي. شنو دوره في الحكومه؟ يعني عبد السلام مجراد في الحكومه وقت اللي هو يعطل في الاقتصاد التونسي، وقت اللي يهمش في الاقتصاد التونسي، وقت اللي يهربوا في المستثمرين بالاعتصامات وبالمشاكل اللي يعملوا فيها الكل، ويقول لك نحن زوانا ونخدموا في الشعب التونسي. وتخدموا فيه الشعب التونسي. الرحمن الرحيم. اليوم 5 جوان من مطار جنيف، اليوم صار منع ركوب عبد السلام مجراد الرئيس السابق للاتحاد عمل الشغل، والرئيس الحالي العباسي وقع منعهم من ركوب السيارات الحكوميه اللي حطهم على ذمتهم السفير لهنا منصف البعثي، السيد منصف البعثي، اللي حط لهم على ذمتهم سيارات حكوميه، واللي هما يعني يجيوا لجنيف كل مره، مش مره هذه برك، كل مره يجوا جنيف. يعني هما كمؤسسه معناتها خاصه، فما تستغل في املاك الحكومه وفي املاك الشعب، في املاك الشعب تستغل فيهم للتحركات نتاعهم الحره. معناتها اليوم تم منع، اللهم صل على النبي، وقلنا عملنا ثوره. مالا ثوره هذا سي عبد السلام مجراد وسي العداسي ولا سي العباسي نتاع الاتحاد طالعين في سياره سفير، اظن سياره الدوله التونسيه، سياره الحكومه التونسيه. ها قدامكم السيدي، ها قعدنا نفتحوا لهم ملفات فساد نطلعوا فيهم في سياره الحكومه. ها هما سيدي، ها منحوا. وزيد من هدايا وقع. سالنا الوزير الشؤون الاجتماعيه ايش قال لنا بالله؟ تفاجئت انا من الرد نتاعو، قال لنا سي عبد السلام مجراد وفد حكومي. شنو دوره في الحكومه؟ يعني عبد السلام مجراد في الحكومه وقت اللي هو يعطل في الاقتصاد التونسي، وقت اللي يهمش في الاقتصاد التونسي، وقت اللي يهربوا في المستثمرين بالاعتصامات وبالمشاكل اللي يعملوا فيها الكل، ويقول لك نحن زوانا ونخدموا في الشعب التونسي. وتخدموا فيه الشعب التونسي.